السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شباب كلكم بخير. وياكم ياس من قناة أبل العراق. طبعا اليوم ويانا مراجعة نظارات فيربوكس لمشاهدة الأفلام أو الألعاب. تقنية مو 3D، لكن حتى تكون أنت داخل التطبيق أو الألعاب اللي تشوفها من خلال هاي النظارات الفيربوكس. طبعا النظارات تبدي من سعرها من $25 وأنت صاعد تلقى ب50 هيك أشياء، بس نفس الشيء تقريبا، بس احسن نوعيه حد انا شايفهم هي هاي النوعيه فيربوكس، لان يعني ماكو احسن. هي مجرد تحط التليفون داخل النظارات وتشوف، يعني مو فيكات، مجرد انه بعض النظارات ما تجي بيها مداخل الشحن ومدخل السماعات، فاهم شي تكون بيها مدخل الشحن والسماعات. اول شيء نفتح الصندوق مال النظارات ونشوف شنو بداخلها. تجي اول شي النظارات خليها اخر شي، تجي ويانا نشوف شاكو بيها. تجي مال تعليمات مثلنا هاي، احتمال مال تنظيف النظارات، العدسات من النظارات. هاي همات من خلالها تقدر تنظف النظارات. عندنا هنا همات يشرح ايش تسوي من خلال هاي، تسوي هيك تلزقها حتى ما يتأذى من تحط، ما يتأذى الجهاز من تحط التليفونات. طبعا هاي متعدد الاستخدام، يعني تحطها مو بس الجهاز واحد، لا تشيلها وتلزقها عادي، ما هذا تتأثر، لزقتها قوية. نرجع للنظارات هسه، أول شيء ثلاثة نرجع لأهم شيء. هسه نرجع للنظارات الفيربوكس. طبعا أول شيء نشوفها من الخارج، عندنا مدخل الشاحن هنا مال السماعات، واذا كان جهازك من هنا السماعات فعادي حاط لك هنا، واذا كان مدخل السماعات او شاحن من هنا فهو همات حاط لك هنا، حاط لك كل الاحتمالات. طريقة تحط التليفون مجرد تسحب هاي السحبة. طبعا حاشرح عن تليفون يشتغل بنظام اندرويد، ما راح اشرح عن تليفون ايفون، لان التطبيقات الاكثرية تجي على نظام اندرويد، يعني مو اغلب التطبيقات ما راح تجي على نظام الاي او اس، اغلب التطبيقات تجي على الاندرويد. اكو تطبيقات مجرد تكتب فيربوكس بالاب ستور تلقى اكو تطبيقات، بس مو هواية. فانا حشرح عن جهاز الاندرويد اللي يشتغل بنظام اندرويد هو ال جي، حتى بس اشوفكم التطبيقات. طبعا قبل ما تشتريها تاكد انه شنو استخدامك. اذا كان استخدامك على الالعاب فما انصحك تشتريها، لان هي مو قوية بالالعاب. اوكي النظارة حتدخلك جوا الالعاب، لكن الالعاب مالها هيجي اشياء ما راح تجي قويه بذاك المستوى. انا اشتريتها مجرد حتى اشوف الافلام، ما راح مستوى من تشوف الافلام داخل النظاره راح يكون شيء بديع. قبل ما احط النظاره اول شيء اشوف. طبعا اكو هواي تطبيقات، انا اختاريت هذول. انا مجرد هاي العاب هواي سوالف، بس انا نزلت واشتريت هاي النظاره على مود هذا البرنامج، لان هذا البرنامج من خلاله تقدر تشوف الافلام كلها من خلال هذا البرنامج. تنزل الافلام على التليفون او تنقلها من الحاسبه للتليفون عبر احد البرامج، وتشوف الفيلم من هذا البرنامج. انا راح اجرب اللعبه، ما راح اجرب فيلم، لان حاليا انا ما منزل افلام. نزلت اول شيء بس بعدين مسحته. حجرب اشغل اي لعبه وبعدين اشوفكم ايش راح تطلع. ما اضمن لكم من راح شلون حتطلع، بس اهم شيء انت راح تشوف هاي العين هنا بهذا الشكل، وهنا بالعين الثانيه نفس الشيء. وكرر الخلفيه نشغل على حركه الراس، طبعا هي لان انت حتحطها بالنظارات. وهسه نكمل الشرح. طبعا هسه قوة الجهاز انتم ما راح يبين يمكم هسه ايش راح يطلع، لان حيبين يمكم مغوش، بينما اذا لبسته حتصير يعني كأنه انت داخل. هاي طبعا هاي اللزقة تشيلها. همات بيها التقريب والتبعيد حسب الجهاز مالك. مثلا هيك عدسة بعدها تقربها مثل ما قاعد تشوفون هسه. طبعا هاي وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا انصح قبل ما حد يشتري النظارة انه يبحث بالايفون. التطبيقات مال النظارة تعجبه فياخذها، اذا ما عجبته فلا ما ياخذها، لان ما راح يستفاد منها الا التطبيقات الخاصة بها، يعني مو اي تطبيق تعجبه. بالنسبة اللي يعشقون الالعاب، اما جماعة الالعاب فما راح تناسبهم بنسبة كبيرة هاي النظارات، يعني
50 إلى 30% راح تفيدهم، مو 100%، لأن ألعابها مو ذاك الشيء القوي لحد الآن، يعني مو مستقبلا. أما جماعة الأندرويد فهو عندهم تطبيقات، بس الآيفون تطبيقاته محدودة وقليلة، يعني مو ذاك العدد الكبير. التطبيق هذا اللي قلت لكم عليه مال مشاهدة الأفلام هحط رابطه بالوصف الفيديو لتحميل الاندرويد. اما اذا لقيت الايفون ماكو اشكال احط الرابط تحميل. لا احد يقول لي ليش مستخدم الاندرويد، لان تعرفون ان تطبيقات الايفون بهاي النظارات ما له هواي، فشرحت على الاندرويد لان انا هدفي اشرح عن النظارات وليس الجهاز. وهاي هي وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسون تحطون لايك وتعليق واشتراك. وما تقدرون تتصلون بالدعم الفني، ارقام الدعم الفني من خارج العراق من داخل العراق بالارقام هسه طلعت جوا، او زوروا موقعنا ableiraq.net تشوفون اخر اخبار بي وكل شو كلاشي تطبيقات همات. وباقي مواقعنا تلقوها بالوصف اذا تحبون تشتركون بيها مثل جروبنا، وهم تشتركوا بحسابي التويتر. وهاي وصلنا نهاية الفيديو. كانوا معكم ياس من قناة ابل العراق. مع السلامة.